وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارته. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيا راكبا شدنية شأت الصبا كأن لها برق الغمام لجام، إذا جزت في وادي قبى صب بعودة، إذا جزت في وادي قبى صح بعولة. أهاشم هبوا فالمنام حرام، لقد حل فيكم حادث أي حادث، لقد حل فيكم حادث أي حادث. هوت فيه للدين القويم دعام، قضى السقط ضمان الفؤاد وشده، قضى السقط ضمان الفؤاد وشده، لبيض المواضي والرماح طعاها وقد قطعت أوصاله بشبه الضبا. أيها حسين، وقد قطعت أوصاله بشبه الضبا، ورفت له في الصافنايا عظام، وأعظم خطب زلزل الكون وقعه وأبدى الرواسي فهي منه رمام. أكو أعظم مصيبة بعد من هاي؟ يقول نعم، وأعظم خطب زلزل الكون وقعه وأبدى الرواسي فهي منه رمام. هجوم العدام بغيا على حجب أحمد، وقد أحاط بسلب الظاهرات. هجوم العدا بغيا على حجب أحمد، ولم يرى فيها للنبي ذمام. فبين بنات الوضع في الخدر إذ به قاعدات مؤمنات بنات رسول الله. الحسين موجود لكن ما يشعرني إلا فبين بنات الوحي في الخدر إذ به أحاط لسلب الظاهرات طغام. لكن ماذا صنعت؟ ففرت بنات الوحي حسرى مروحة، لها الصوم ستر والعفاف لثام، تجيل بطرف للحماة فلم تجد سوى جثثا قد خافهن حماية.
كل خيال وسلم يا حسين جتنا وحرقت خيامنا وفرقتنا. أعظم المصائب اللي مرت على آل رسول الله هي من بعد ظهيرة هذا اليوم وما بعدها. والله خير زلم يا حسين جتنا وحرقت خيامنا وفرقتنا. أخويا ليلة الحاد شلون بتنا لا حي والينا وشفتنا نخل هواشم أي جواب من عندك؟ الليلة ليلة الأنين، الليلة ليلة النياحة. والله ننخل هواشم معرفتنا وضاعت بذاك الليل بتنا. الأخوي علي هننادي ولا سمعتنا كالفرزايا اللي دهتنا كالفرزايا اللي قل اخويا لي طلعت يا حسين بالليل ليها طلعت ودموعي تسيل. اخويا نادي ما بين المشاتيل زينبكم وانا يا البهاديل يا مضيعتي ما بهدوة الليل يا مضيعتي ما بهدوة الليل. كل اخويا هجت تدور لها جفيل تميل الرزايا منين ما بين. نعم المصائب عظيمة على آل رسول الله. بدأت يمتى بدأت يوم اللي هوى سيد الشهداء هوى سيد الشهداء من على ظهر جوابه. بأي طريقة أنت المعزى يا صاحب الزمان ويصف لنا صاحب الزمان. نعم ذيك اللحظات الصعبة التي ارتجت لها السماوات والأرض وهويت يا الجنة من على جوارك إلى الأرض تضعك تعلوك الطغاة بمواتنها وتعلوك وتضعك الخيول بحوافرها. قد رشح للموت جبينه واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينه. بعد شو وصف لنا صاحب الزمان وتدير طرفا خفيا الى رحلك وخيامك. عين راح بعد الله لكن عين على عويله عين على خيام. اضرمت النار في بعضها حجة الأطفال النساء يوم اللي شافت الجواد خالي من صاحبه. أولي اجت شايطة اجت شايطة وقفت على التل. نعم هذه أول المصائب لتطلع زينب. نعم اللي ما شاف خيالها أحد أمام الناس أمام الأجانب. لكن وين تروح إلى التل حتى تشوف سيد الشهداء لأن الخيل والرجال حالت بينها وبينهم. اجت شايطة وشر وقفت على التل
تنادي وين وقعت يا سلوة الهادي يا خويا هجمت علينا العوادي ورحلك بين عدوانك تجسم تقول له يا خويا الخيل جت للخيم صمصوم تريد تسلم اخواتك يا مظلوم يا خويا مشانك حي للحرم دوم قبل لا تصير للعدوان مغنم نزلت من على التل لما شافت بياجها شافت باي مكان حالت الخيل بينها وبينها نعم نادوا لعمر بن سعد يقال ان شبت بن ربعي جاء اليه قال يا عمر هذه عقيله ال ابي طالب تريد الوصول الى اخيها وقد حالت الخيل دونها ودونه بينها وبينه قال افتحوا لها طريقا اشتك صعبه على زينب تمشي بابي وامي والرجال الصمامين يعزوا عليك يا صاحب الزمان يا ابا عبد الله ايش قدك حملت مصائب سيدي تقعد يمه تقول له خويا انا ضريت الخزلم والخيل والنار انا ضريت الزلم والخيل والنار ولا تالي جسم عجل وباقيتك حرم وذر والحار قعدت يم الحسين اخي حسين كلمني بحق جدنا كلمني بحق ابينا كلمني بحق امنا فاطمه يقولون الحسين زينب تقسم عليه ولكن لا يستطيع الكلام لكن لما قالت له كلمني بحق امنا فاطمه قال بصوت ضعيف اخي زينب كسرت قلبي زدتي كربي اخي ليش طلعت من الخيام اطفالي النساء عليلي اجلها ليش جيتين يا زينب ليش عرفت العائله يلا اريد من عندك جواب الله يحفظك ان شاء الله هذه مطلوبه ونسال الله ان يجعلنا واياكم من المعزين الليله ليش جيتين يا زينب ليش عرفت العائله خليت علي وانت بي متكفله انا مو قلت لك يا زينب انا من بعد الحرايا وحتى لو شفتيني طايح لا تعوفين الخيام ما دريت تزيدني جيتك ألم فوق الألام ليش شنو صار يا خويا وطلعت بالفلك عند اسئله ابو عبد الله بعضكم حافظه يمكن واللي حافظ خليه يقرا وياي يقول له خاما سمعوا العدوان وتصرخوا يا اخويا خاما جيت تبكي اخويا خاما طلع من خيمته وياك العيد وبعد خاما اجت سكنه شوف جد مزمنه تجاوب زينب تجاوب الحسين
تسألني عن الخيام فالخيام احترقت، إذا تسألني عن أطفالك مشت في البيدان، تقول ولو ما أكو ضرورة ما طلعت لك أبا عبد الله، إلا ما حرقوا خيامنا أنا ما أجي وأبد لو ما ضاق صدري من الهواي ما شكي اليوم من غصبا علي الحرام عطني اخويا قوم ما صرني شسوي ويا مصابة تحملت عندها طلب من الحسين تقول لك كان تقدر على النهضة انتهض يا حامل للخيام ضل وياي امشي للخيام ضل وياي امشي بجاه امك فاطمه تقول لاخويا لا تخليني وحيد بين قوم الظالمه الكربلاء يا ريت خويا لا وصلنا الكربلاء تقول لنا جيت كون اخبر جنابك يا خويا بالعدا حركه وطنابك يا خويا لقيت بالمنحر صوابك يا خويا مشلت ايده شلون صابك يا خويا ومنسلب منك ثيابك يا خويا ما جسر منك وهابك والله يوم شاليد وغدا الحرم يا ينادى يا زينب قرب يوم يا اختي ضلال جبتي وياك يا ما تراني العطش ضرني وفتك بيه يا تراني العطش ضرني وفتك والله تحنان مثل حني الضلع فوقه تحنان الدم اللي يصبغ شيبه تحنان بضعيف الصوت ناداه تحنان ترى سهم المثلث فتك بيه نعم رجعت زينب الى الخيام بعدما يئست من الحسين لكن بها حال رجعت تدري الروايات شو تقول رواية تقول مثل هاليوم بعد شهادة المولى أبي عبد الله أكثر من 20 طفلة وطفل سحقتهم الخيل يقول هذا كان طفلين أمه ما أخذته من إيده وفارين هو وأمه في البيداء فمال أحد القوم عليه بعمود أصابه برأسه قتله يقول أمه ضمته إلى صدرها خلته على صدرها يقول فاحتار بها القوم لأجل سلبها يقول شلتها تركت وليدها على الربوة وفرت بنفسها ما ندري يا صاحب الزمان متى نراك ترانا ونراك وانت تأم الملا يمتى نسمع
يا لذات الحسين أي مصائب حلت بكم؟ ماذا يهيجك سيدي أنت المعزى؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الضرب الفظيعة؟ ترى تجيء فجيعة يا صاحب الزمان بأماض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعها ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع رجعت إلى الخيام تجمع بالأطفال بالنساء، نوم تلقى أطفال خايفين قاعدين في وادي من الأودية، نوم تلقى امرأة مذعورة تجمع بيهم، نعم تلتفت صعب المدينة يم حسن يم تقوم المسرعة، قوم خلف الروح لأرض المشرعة، شوف أبو فاضل شوف مقطع ويم طاحت يمنته وشماله، يا حسن يمي وبقيت محيرة من وقع الطاس، سبع القنطرة هجمت الخيل وبقيت مذعرة من لفتنا تفرهد الخيال، يا حسن يمي وبعد عندي خبر أرد قولا والقلب مني انفضى، ابنك حسين قطعوا من النحايا وشال راسه على الرمح جداله، جمعت اللي تقدر تلومهم من الأطفال من النساء، لكن يا مؤمن تصور الحالة، افتح عين قلبك، اشد الموقف صعب على زينب، على الإمام زين العابدين، تدري الصور ببالك الليلة اللي بذهنك أنا أثير الليلة فقط، نستثير اللي بعد عنه، اللي تربينا وسمعنا وعشنا عليه، واللي نعم طرق أسماعنا وإحنا أطفال وتعايشنا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الآخرين بثاني سيد الشهداء. نعم لما هجمة الخيل ويقول هذا حميد بن مسلم يقول الخيام محرقة، ونعم ما بقى الأطفال والنساء فرت، وذيك المرة باب خيمة والخيمة ماخذة بها النار، يقولوا مرة تطل الخيمة شوية وتطلع تلتفت يمينا وشمالا وتنظر إلى السماء، حكيت لها قلت لها أمة الله الخيام محرقت، الأطفال فرت، النساء كل وحدة راحت على كتب، الخيمة اللي أنت بيها أخذت بها النار، أنت ليش ما تطلعين؟ قالت يا هذا إن لنا علي داخل الخيمة لا يطيق النور، عندي علي والله يفتر الخواتم سيد من خير والخير، هو كل خيمة تشرب النار رد المربل فيصيح ويا راح ويا المامن بالعرب الشيبة، والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سالة، ما أدري يا مصيبة اللي نذكرها ويا مصيبة اللي إنها وقع أكثر على قلب صاحب الزمان، ما أدري رواية فاطمة بنت الحسين اللي تقول نعم يوم انقطع عنا خبر أبي كنت في باب الخيمة أتفكر فيما يجري علينا بعد عين أبي، ايش راح يصير بينا؟ وين راح يصير بنا الذهاب؟ شنو وين راح؟ تقول أتفكر بما يجري علينا، نعم تقول أنا أباوع وإذا عماتي وأخواتي مجموعة وخيال يبرد عليهم، كلما لحق إحدى
ضربها بكعب رمحه ثم نزل اليها وسلقها. تقول لما شفت انا ففريت قلت اروح الوذ بعمتي زينب. قلت اروح البدع لعمتي زينب هي تحميني ما عندنا غيرها. تقول ما وعدت واشوف عمتي زينب مع النساء فمررت على وجهي في البيداء بينما انا كذلك ما شعرت الا والرمح بين كتفي. نعم ثم نزل من على ظهر جواده وقام يسلبني. كان في رجلي فلاخين يختلطهما مع اللحم. ما ادري هذه الروايه امر على قلبك يا صاحب الزمان لولا ذيك الطفل اللي استعلت النار بذياله. نعم وقدرت ان يبدو من الاجنبي رغم صغر سنها يا صاحب الزمان. ويوم اللي طفى النار عنها اغمي عليها وقلت عيونها تقول يا شيخ لما تبدو الى حرم غيره؟ قال علوي انت صغيره وانا شفت نار مشتعله بجابك وجيت اطف فيها. شيخ قرات القران؟ قال نعم بني. قالت شيخ قرات هذه الايه اما اليتيم فلا تقهر؟ قلت نعم علوي قراتها. قالت يا شيخ انا يتيمه بارض الله. ما ادري ذيك الام في اكثر وقع على قلبك يا صاحب الزمان. يوم اللي طلعت تدور على اطفالها اجت زينب وخيل زينب ضيعت اليداتي تقول راحت تدور عليهم العصريه اللي مره وبين الغروب. واذا تشوفوا اليداتها قد تعانقا وناما في وادي فرحه هرولت نحوهما علوا هذه البقيه الباقيه. لما وصلت اليهما وجدتهما قد تعانقا وماتا. يا صاحب الزمان يا سيدي أم أن المسلم بلغ يوم زينب بنولها خيمة ما أدري قبل لا يبنون الخيمة أو بنون خيمة الإمام زين العابدين. قال للعمر بن سعد سود الله وجهه يموت الأطفال عطشا أما الرجال فقد قتلتموهم جيبوا لهم ماي وجابوا الماء فأبى الأطفال أن يشربوا كل واحد منهم يعرض عليه الماء ينظر في وجه زينب ثم يقول راس أنواري ماء صاح الإمام زين العابدين عم زينب لئن لم تشرب الماء مات الأطفال عطشا. لولا اللي لما نصبوا الخيمة وجمعت البقية الباقية من الأطفال من النساء حتى بعض النساء القتلان. بعض الأطفال قلت لك الرواية تقول أكثر من 20 طفل أو طفل اللي صعدوا بحوافر الخيل عندما هجمت العساكر. هاي اللي فاقدة ولاداتها، هاي اللي فاقدة أبوها، هيك اللي فاقدة أخوها. وشلون طريقة نعم بتلك الطريقة نعم التي مضت حتى في قلوب الأعداء. وكلها فقدت أبوها وفقدت أخوها وفقدت ابنها وكلهم فقدتهم. لذلك قعدا الليلة نعم في تلك الخيمة. شلون حالهم؟ الله يرحم سيد عبد الحسين الشرف وهالنص الخالد شلون حال الحرم وش حال اليتامى. الليلة 11 من شلشل ظلامة قامت تنشد تندل حسين وأمامه وعليها الهضم فوق الخلف عليها الحزن فوق الهضم غيم. كل وحدة تندب ذا جاي تندب ابنها وليش تندب أخوها هاي تندب أبوها. زينب تسكت هذه تهدأ هذه وقال
وتتفقد غدت بطفال الحسين فقدت فاطمة وصاحة غدت ويا نخاف الخيل داستها يجري تدهم طلعت والريج يابس وشافت من بعد عن الخيم حارس تقل ما شفت طفله يبغالي غدت من بين اولادي نعلم قال اقصديها سمعت انين طفله عند جسد الحسين اقصديها لعلها هي روحي لعله هي اللي تلقينها سمعت طفله هناك تولي جسد الحسين ما انسى القلوب نعم راحت زينب لكن لما قربت من جسد المولى وهذه الطفله شافت ليش السواد جاي عليها قامت تدور تحت اكتاف الحسين وتصيح ابا حسين انا خائفه احميني من هذه السواد والله صاحت صوت يا الحميد احميني من السواد اللي فتلي بجزينا ولادت يا زوجيه يا عم انت كان اولاد خافين اخذتها زينب بعد احداث رجعت بها الى الخيام لما وصلوا تمن عليها العلويات هدأتهم زينب سكنتهم تعبانين شربوا الماء هدأوا نعم زينب سلام الله عليها اختلمتها فرصة ما أدري قبل نصف الليل بعد منتصف الليل تسللت إلى جسد المولى أبي عبد الله قعدت يمه ما أدري خلت إيديها تحت ذلك الجسد قيل قبل لنا يا شيعة يا مؤمنين مهما صلبت عليكم المصائب وش قد ما دهاكم الدهار وش قد ما كانت الرزية عظيمة تعلقوا بالله خلوا دائما أملكم أرواحكم متعلقة بالله هكذا المؤمن يجب أن يكون إلهي عظم الرزية سيدتي ما دب اليأس في قلبك ما قلت خلاص اشتريتنا لا المنطقة تقول لي لأبا عبد الله نعم ليش جبتني أبا عبد الله ليش خليتني وحدي أبا عبد الله ليش أنا قال هذا اللي تريد تقولي له قالت لا خلت كأنه يديها تحت الجسد الشريف إلهي تقبل منا هذا القربان قل له يا أخويا اجيتك يا أخويا بهدوة الليل أصب الدمع واقبع بدعوي أخويا وسكي أطفالك والمداري تميل الرزايا ابني المامين تميل الرزايا ابني ترجع للخيمة للحراسة هي على باب أخذها على جانب لكن زينب أعظم مصيبة عليها هاي البارحة كان أبو فاضل واقف على الخيمة الليلة هي بتنطر والله بعد قام اللي يشيل الحمل وانظار وعليهم ذاب من القبر أنا بيداي ساهر ليك وانظر النبارة وحق علي تصعب علي النبارة وحق علي تصعب علي يا ابويا علي الليل وانا
حرمة غريبة ومالي أحد بمن يبويا القلب يضمن بالحسين أنا عندي مدد وابن والدي العباس لا يا خلصة وحدي الله ولا يا الله. اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر او اقرب حد لوليك الفرج. اجعلنا من انصاره واتباعه وارزق الشهاده بين يديه. اللهم صل نصر الدين خذل الدين وعلماءنا العالمين. ايد وثبت وانصر شيعه امير المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اعزهم برزقك اخذل اعداءهم يا ارحم الراحمين. امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا ارحم الراحمين. الهي ادم علينا نعمه خدمه سيد الشهداء. اللهم لا تسلبنا اي نعمه انعمتها علينا يا ارحم الراحمين وزدنا من فضلك يا كريم. تقضي حوائجنا ولا شافي جميع المرضى الحاضرون السامعون من وصول الدعاء من كان منهم مريض او كان له من البس ثوبي الصحه والعافيه. من كان من اخوان حاجه ارحم امواتهم واموات السامعين المؤمنين جميعا لا سيما اموات القائمين على هذا العزاء. بلغهم ثواب مجلسنا هذا مع ثواب الفاتحه مسبوقه بالصلاه على محمد وال محمد.